السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا درس المواد والكهرباء، فيه الذرات والايونات. بالنسبه للفيديوهات السابقه دائما كتوجهوا اسفل اي فيديو كتلقاو رابط للفيديوهات السابقه. هذا الدرس مخصص بالنسبه للسنه الثالثه ثانوي اعدادي في ماده العلوم الفيزيائيه. الدرس ديالنا ديال هذا اليوم كيتكلم على المواد والكهرباء، يعني المادة مع الكهرباء اللي غادي نشوف فيه الذرات والايونات. غادي نبداو على بركة الله. اول حاجة ظاهرة التكهرب. شنو هي هاد ظاهرة التكهرب؟ باش نعرفوا هاد ظاهرة التكهرب غادي نشوفوا واحد جوج ديال التجارب. التجربة الاولى، عندي واحد بلاستيك محكوك. تخيل معايا نتايا بلاستيك شديناه وبقينا كنحكو فيه، مثلا مع السطح ديال الارض، مع السطح ديال الخشب، مع اي حاجه اللي كتمكن لينا من الاحتكاك ديال البلاستيك. شدينا كذلك الزجاج حتى هو نفس الشيء، قمنا بالحك ديالو. الا خدينا البلاستيك اللي محكوك مع الزجاج اللي محكوك وقمنا بالتقريب هاتين المادتين، اللي غادي تلاحظ بان البلاستيك المحكوك مع الزجاج المحكوك كيتقاربوا بعضياتهم، يعني كنقولوا يتجاذبان. هادشي اللي عندنا في التجربه، بلاستيك محكوك مع زجاج محكوك يتجاذب القضيبان المحكوكان. الحالة الثانية، عندي نفس المادة، بلاستيك محكوك مع بلاستيك محكوك. إلا قمنا بتقريب هاتين المادتين من نفس النوع وبجوجهم، يعني بلاستيك محكوك والاخر تا بلاستيك محكوك، وقمنا بالتقريب ديالهم لبعضهم، غادي نلقاهم بانهم كيتباعدوا، كنقولوا يتنافر القضيبان المحكوكان. هنا شنو كنقوموا باستنتاج؟ الا كانوا من نفس الماده وكانوا محكوكين وقمنا بالتقريب فيما بيناتهم، غادي يتباعدوا. في الحاله الا كان مواد اللي هما مختلفين بحال البلاستيك والزجاج ولكن محكوكين وقمنا بالتقريب ديالهم، غادي يتجاذبوا. استنتاج: يؤدي حك قضيب من بلاستيك او من زجاج الى تكهربه. الا شدينا البلاستيك وحكيناه، شدينا الزجاج وحكيناه، اللي كيوقع لهم هو التكهرب، ظاهرة التكهرب. الكهرباء فيه نوعين، كاين كهرباء موجبة وكهرباء سالبة. يعني وحدة كتكون عندها واحد لا شارج بليس واحد لا شارج موان، إشارة موجبة والأخرى إشارة سالبة. بالنسبة للكهرباء، يتنافر جسمان إذا كان حاملين لنفس النوع من الكهرباء. وهذا الشيء اللي شفنا في التجربة. يعني شوف، نفس المادة إلا قمنا بالحك ديال البلاستيك مع عاوتاني خدينا بلاستيك آخر وقمنا بالحك ديالو، راه هذيك الاحتكاك ديال هذاك البلاستيك غادي يكون يا اما اشاره موجبه يا اما اشاره سالبه بالنسبه للكهرباء، ولكن هو من نفس النوع، راه غادي يكونوا نفس الاشاره. اذا الا كانوا من نفس الاشاره راه غادي يتنافروا، ما غاديش يتجاذبوا. هادشي اللي قالوا لنا هنايا، يتنافر جسمان اذا كان حاملين لنفس النوع من الكهرباء. يعني الاخر بليس والاخر بليس راه غادي يتنافروا. ويتجاذبان إذا كان حاملين لكهرباء مختلفة، بحال البلاستيك محكوك وزجاج محكوك. يعني هذا عنده إشارة تقدر تكون بليس ولا موان، وهذا إذا كان مثلا بلاستيك محكوك عنده إشارة موجبة، هذا راه غادي يكون عنده إشارة سالبة. يعني العكس، اللي كيكونوا معكوسين واحد بليس مع الموان كيتجاذبوا. إذا كان إشارة موجبة مع إشارة موجبة غادي يتنافروا، غادي يتباعدوا. دابا غادي ننتقلوا لمكونات الذرة. تتكون الذرة من نواة تدور حولها عدد من الإلكترونات يفصل بينهما فراغ كبير.
بالنسبة للذرة تخيلوها بحال شي كرة، والكرة الوسط ديالها كاينه النواة، يعني كاينه واحد النقطة ولا واحد الكرة هي صغيرة وسط ديك الكرة اللي هي كبيرة. ديك الكرة هي اللي صغيرة اللي وسط الكرة كتسمى النواة، وهذيك النواة كيدوروا حولها الالكترونات، وهذوك الالكترونات اللي كيدوروا على ديك النواة، وهادشي كامل كاين في الذرة. دونك داك الدوران ديال الالكترونات قلنا على النواة كيفصل بيناتهما واحد الفراغ كيكون كبير. بالنسبة النواة هادشي اللي شرحت لكم دابا، قالك توجد النواة في مركز الذرة وتحمل عدد معين من الشحن الكهربائية الموجبة. يعني النواة كتكون الشحنة ديالها موجبة، شحنة النواة تكون موجبة، أكرر شحنة النواة تكون موجبة، يرمز لها بالحرف زد، الرمز ديالها بالحرف زد، ويسمى العدد الذري. إذن هاد الزد هذا كيسميو العدد الذري. هنا قالك قطر النواة أصغر 100,000 مرة من قطر الذرة، يعني القطر ديال النواة كيكون صغير بزاف من القطر ديال الذرة. غادي نشرح لكم الذرة والنواة. هذه كاملة عبارة عن ذرة، كيف قلت لكم تخيلوها بحال شي كرة، والوسط ديالها كاينه واحد الكرة اللي هي صغيرة الوسط. هاد الكرة هذه على سبيل المثال اللي دايرين هما باللون الأخضر هي النواة، كتكون إشارة ديالها موجبة، إشارة موجبة. النواة يعني اللي كتكون الوسط ديال الذرة، وهاد النواة هذه كيدوروا عليها الكترونات، وهما هادو اللي بالحمر. هادي هو التمثيل ديال الذرة. دابا غادي نساقلو الالكترونات. تحتوي الذرة على عدد من الالكترونات يساوي العدد الذري زد. الذرة فيها بزاف ديال الالكترونات، وهداك عدد الالكترونات راه كيساوي العدد الذري زد. جميع الالكترونات متشابهة، الالكترونات كاملين متشابهين ولها كتلة صغيرة. هاد الالكترونات اللي كاملين متشابهين عندهم واحد الكتلة صغيرة جدا مقارنة مع كتلة النواة. قلنا بأن الذرة عندها بزاف ديال الالكترونات، وهادوك بزاف ديال الالكترونات كيساوي العدد الذري زد. وعاوتاني هاد الالكترونات كيكونوا كاملين متشابهين وعندهم واحد الكتلة صغيرة مقارنة مع كتلة النواة. وعاوتاني هنا قالك يحمل كل الكترون شحنة كهربائية سالبة. اذا كل الكترون عنده شحنة كهربائية سالبة، كل الكترون عنده شحنة كهربائية سالبة كتساوي موان او. بالنسبة هاد العدد او هو الشحنة الابتدائية، وحدتها الكولوم. وهاد العدد او هنا إشارة سالبة، كنقصدو بها عنده شحنة كهربائية سالبة. بالنسبة لهاد او شنو كيساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. هاد السي هادي الوحدة ديالو الكولوم. دابا غادي ننتقلوا للتعادل الكهربائي للذرة. قالك يساوي عدد الشحنات الكهربائية الموجبة التي تحملها النواة عدد الشحنات الكهربائية السالبة التي تحملها الإلكترونات. ولاحظوا معايا مزيان نشرح لكم هادي. دابا الذرة قلنا الوسط ديالها كاينه النواة، والنواة الشحنة ديالها كنكرر الشحنة ديالها موجبة، الشحنة ديال النواة موجبة. وهذيك النواة اللي كاينه في هذيك الذرة كيدوروا عليها مجموعة من الإلكترونات. هاد الإلكترونات عندهم شحنة سالبة، النواة شحنة موجبة، الكترونات شحنة سالبة. وهذيك النواة اللي موجبة كتجاذب مع ديك الالكترونات اللي كيدور عليها شحنة سالبة، كيتجاذبوا من بعضياتهم وكيكونوا لنا الذرة. هادشي اللي قالوا لنا هنايا. شحنة النواة كنديروا زد او، ولكن هاد الشحنة خصها تكون موجبة. علاش؟ لان الشحنة ديال النواة كتكون موجبة، والزيت هو العدد الذري، والاو هو الشحنة الابتدائية. وهاد الشحنة الابتدائية الوحدة ديالها الكولوم.
كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. شحنة الإلكترونات، الإلكترونات الشحنة ديالها سالبة، كنديرو ناقص زد او، يعني شحنة سالبة ديال الإلكترونات زد هو العدد الذري و الشحنة الابتدائية اللي كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 والوحدة ديالها الكولوم. إذا شحنة الذرة قلنا متعادلة كهربائيا. شحنة الذرة كنديرو ناقص زد او زائد زد او اللي كتساوي 0. الذرة دائما كتكون محايدة كهربائيا. تمرين تطبيقي. هنا عندي الذرة كاينة الهيدروجين، كربون، أكسجين، صوديوم، ألمنيوم، الكلور، النحاس، الزنك. الهيدروجين هيدروجين اش، يعني كناخدو غير الحرف الاول هيدروجين اش، هو الرمز ديالها الاش. كربون كناخدو الحرف الاول سي. الاكسجين او كناخدو او. بالنسبه للصوديوم ان ال، الالمنيوم ال، الكلور سي ال، النحاس يعني الكويفر سي اي، والزنك لو زنك كناخدو زد ان. دائما الهيدروجين العدد الالكترونات ديال الهيدروجين دائما كاين واحد جدول وصفي كتسمى طابلو بيريوديك، وفيه العدد ديال الالكترونات ديال جميع الذرات. عدد الالكترونات ديال الهيدروجين هو واحد، وهاد العدد ديال الالكترونات يعني في المعطيات في التمارين كيكون عاطيك. عدد الالكترونات ديال الهيدروجين كيكون واحد. كربون 6، الأكسجين 8، الصوديوم 11، ألمنيوم 13، كلور 17، النحاس 29 والزنك 30. يعني هادو بلا ما تخافوا منهم كيحطوهم ليكم. المهم حنا عرفنا الذرة، يعني هادو أسماء ديال الذرات، وهنا كناخدو الرمز ديال الذرة، وهنا عدد الإلكترونات ما تخافوش منهم، راه هاد عدد الالكترونات راه كيعطيوهم. بالنسبه للرمز ديال هاد الذرات راه يقدر يعطيك غير الذره مثلا كلور. هاد الكلور باش غنعرف الرمز ديالها كناخد جوج ديال الحروف الاولين سي ال كلور، بحال الهيدروجين اش هي اش، كربون سي او، اكسجين بحال النحاس هو كويفر كناخدو سي اي، الزنك زد ان. مهم دابا غادي ننتقلوا العدد الذري. شنو هو العدد الذري؟ قلنا العدد الذري كيساوي عدد الالكترونات. العدد الذري الرمز ديالو شنو هو زد. غدير زد يساوي عدد الالكترونات، بحال دابا الهيدروجين عدد الالكترونات ديالو هو واحد، اذا زد يساوي واحد. عدد الالكترونات ديال الكربون هو 6، اذا الا بغينا العدد الذري زد ديال الكربون راه كنديرو زد كيساوي 6. الى غير ذلك زد كيساوي 8 لان عدد الالكترونات ديال الاكسجين 8 الى غير ذلك. هذه راه مفهومه. مثلا ناخذ الزنك، الى قال لك اعطيني العدد الذري ديال الزنك، خاصك تكون عارف العدد الالكترونات ديال الزنك اللي هو 30، والعدد الذري هو الرمز ديالو زد، اذا زد يساوي 30. مفهوم؟ دابا غنجيو شحنة الإلكترونات. ديما قلنا شحنة الإلكترونات الشحنة ديالها سالبة. شحنة الإلكترونات شحنة سالبة. شحنة الإلكترونات شحنة سالبة. كل ما عليك وهو فلما تسمع شحنة إلكترونات غدير إشارة سالبة ياك، وغادي تاخد عدد الإلكترونات عندي شحال واحد اللي هو العدد الذري زد، بحال يعني ناخد العدد الذري زد اللي هو واحد ونطبق عليهم غير هاد القاعده. هاي شحنه الالكترونات هي هذه موان زد او، اما شحنه النواه هي زائد زد او. اذا شحنه الالكترونات دائما تكون اشاره سالبه. ناخذ العدد الذري بحال الهيدروجين عنده شحال واحد، دونك واحد او كنضربو في او واحد راه ما كنكتبوه. ننتقل مثلا الكربون عنده العدد الذري زد كيساوي 6، وقلنا شحنة الإلكترونات دائما كنديرو ناقص، إذا ناقص 6 او.
عاوتاني هنا عندك 8 ناقص 8 او، هنا عندك 11 ناقص 11 او. هادشي شحنة الإلكترونات. دائما شحنة الإلكترونات تكون سالبة، أما شحنة النواة تكون موجبة. هادشي اللي درناه ليه هنا الناقص، هنا العكس غيكون موجب. مفهومة؟ شحنة النواة ها هي راه كتكون إشارة موجبة، والزد هو العدد الذري، والأو راه غادي نخليها الشحنة الابتدائية. وبالنسبة لشحنة الذرة كنطبقو هاد العلاقة، يعني كنديرو ناقص زد او زائد زد او. كتعني لنا شحنة الإلكترونات مالها كنزيدوها على شحنة النواة. دونك هنا زائد او مع ناقص او راه كتساوي زيرو، بحال اللي قلتي واحد ناقص واحد هي زيرو، ولا جوج ناقص جوج هي زيرو. اذا الشحنة الذرة كتكون دائما متعادلة كهربائيا كتساوي زيرو. كنديرو شحنة النواة زائد شحنة الإلكترونات. مثلا خديت الزنك وقال لك عطيني شحنة الذرة ديال الزنك، راه غدير زائد 30 او ناقص 30 او متقابلين كيساويو زيرو. دابا غادي ننتقلوا الأيونات. الأيونات بكل بساطة ذرة كتكون فيها شحنة موجبة أو شحنة سالبة. كيف ذلك؟ تابعوا معي الشرح. عندما تفقد الذرة إلكترونا، دابا الذرة غادي تفقد واحد الإلكترون، غيمشي منه واحد الإلكترون. منين كيمشي من الذرة إلكترون كنديروا ليها إشارة موجبة، إشارة موجبة. هادشي اللي قالوا هنا. عندما تفقد الذرة إلكترونا أو عدة إلكترونات، يعني تقدر ديك الذرة تفقد يا إما إلكترون يا إما عدة إلكترونات، تصير أيونا موجبا. ما غنبقاوش نقولوا ذرة، غادي نقولوا أيون، لأنه عنده شحنة. ولكن هاد الشحنة هادي كتكون موجبة. علاش؟ لأن الذرة فقدات إلكترون أو عدة إلكترونات. وهذا الأيون الموجب يسمى كاتيون. الأيون الموجب كيتسمى كاتيون. وعندما تكسب الذرة إلكترونا، دابا العكس، أو عدة إلكترونات، تصير أيونا سالبا. الذرة إلى اكتسبت إلكترون كتولي عندها شحنة سالبة، وهذا الأيون السالب يسمى آنيون. يسمى الأيون الناتج عن ذرة واحدة أيونا أحادي الذرة، والأيون مكون من عدة ذرات مرتبطة فيما بينها كيتسمى أيونا متعدد الذرات. مهم لاحظوا معايا الأمثلة باش تفهموا مزيان. عندنا أيونات أحادية الذرة. كيفاش أحادية الذرة؟ عندي غير ذرة واحدة. والحالة الثانية غادي نشوفوا واحد الأيون متعدد الذرات. هنا عندي غير ذرة واحدة ديالاش ذرة الكلور، Cl، كلور. بالنسبة لشحنة الإلكترونات هي ناقص 17 او. علاش؟ دائما الإلكترونات الشحنة كتكون سالبة، وهاد 17 هو العدد الذري، يعني عدد الإلكترونات ديال ذرة الكلور. والأو هو الشحنة الابتدائية اللي الوحدة ديالها بالكولوم، هادي شرحنا غير دابا. أما شحنة النواة، شحنة النواة كتكون إشارة موجبة. كنديرو هاد 17 هو العدد الذري زائد اللي هو عدد الإلكترونات ديال ذرات الكلور، كنديرو زائد 17 او. هادي بالنسبة لشحنة النواة. وهاد ناقص 17 او هي شحنة الإلكترونات، هادي شرحناها دابا. وشحنة الذرة راه كنديرو ناقص 17 او زائد 17 او كيساوي زيرو، لأنهم متقابلان. في الحالة إلا كانت هاد ذرة الكلور مالها اكتسبات إلكترون، هنا دائما إلا شتو ناقص راه اكتسبات. عمركم تقولوا راه ناقص راه نقصنا، لا العكس، الناقص راه اكتسب إلكترون. دابا لاحظوا معايا هنا في هذه الحالة اكتسبات إلكترون، يعني تزادها إلكترون. بالنسبة لشحنة الإلكترونات كانت ناقص 17 او، ولكن دابا راه تزادها واحد، تزادها إلكترون، يعني غنديرو ناقص 18 او بالنسبة لشحنة الإلكترونات. بالنسبة لشحنة النواة راه كتبقى هي، حيت هادي راه اكتسبات غير إلكترون، أما النواة راه بقات بلاصتها، حيت هاد اكتساب إلكترون مرتبط غير باش إشارة اللي هي سالبة، مرتبط غير بشحنة إلكترونات. أما شحنة النواة كتبقى كما هي.
دابا شحنة الأيون، علاش هنا قلنا شحنة الذرة وهنا قلنا شحنة الأيون؟ حيت هنا شحنة الذرة متعادلة كهربائيا، ما فيها حتى شي إشارة موجبة ولا إشارة سالبة، ما فيها والو. أما هنا ما خصنيش نقول شحنة الذرة، لا، راه شحنة الأيون، راه عندي إشارة سالبة، غادي نقول شحنة الأيون. إلا كانت إشارة سالبة نقول شحنة الأيون، كانت إشارة موجبة نقول شحنة الأيون. أما إلا ما كانت حتى إشارة غادي نقول شحنة الذرة. هنا راه شحنة الأيون راه كنديرو جمع، نفس القاعدة، يعني ناقص 18 أو زائد 17 أو، يعني 18 نقص منه واحد لواحد، ياك غتبقى ناقص واحد أو، هادي مفهومة. نفس المثال الثاني، عندي ذرة الصوديوم اللي هي Na ذرة وحدة. شحنة الإلكترونات ناقص 11 أو شرحناها كيفاش، شحنة النواة زائد 11 أو حتى هي شرحناها، وشحنة الذرة متعادلة كهربائيا كتساوي زيرو حيت هنا مكاينة حتى إشارة. دابا في الحالة فقدان إلكترون، في الحالة إلا الذرة فقدات إلكترون، هنا غير فقدات غير إلكترون واحد بحال الأول، منين كتفقد كنديرو إشارة موجبة، منين كتفقد كنديرو إشارة موجبة. إذن شحنة الإلكترونات درنا هنا ناقص 10 حيت فقدات، يعني هنا هاد ناقص 11 راه مشى منا إلكترون، غتبقى غير ناقص 10. دائما الإشارة موجبة كتعني فقدات، يعني من عدد الإلكترونات غادي نقصو واحد، غتبقى غير ناقص 10. شحنة النواة راه كتبقى كما هي، ما كنقربش لأن شحنة النواة موجبة. أما هنا الفقدان ديال الإلكترونات متعلقة بالإشارة السالبة. إذا هنا شحنة الأيون كنديرو الجمع ديالهم، ناقص 10 أو مع زائد 11 أو راه غتبقى لك هي زائد واحد أو، حيت هنا 11 راه كبر من 10، يعني بحال قلتي 11 نقصو من 10 راه غتبقى واحد أو، يعني غتبقى إشارة موجبة. مهم في الحالة الأولى اكتساب إلكترون عبرنا عليه بالإشارة سالبة، الحالة الثانية فقدان إلكترون عبرنا عليه بالإشارة موجبة. هنا في الإشارة السالبة كنقولوا شحنة الأيون، ما كنقولوش شحنة الذرة، لأن الذرة متعادلة كهربائيا. هنا عندنا إشارة كنقولوا شحنة الأيون، كذلك هنا عندنا شحنة الأيون. دابا غادي نستقلوا أيونات متعددة الذرات، أيونات متعددة الذرات لأنها تتكون من عدة ذرات. عندي أيون الكبريتات، هاد SO4 2 موان، SO4 2 موان، نكرر، هادي كيتسمى أيون الكبريتات. قلنا أيون لأنه عنده إشارة، كيف ما كانش إشارة سالبة ولا موجبة كنبدا بأيون. وهاد SO4 2 موان كامل كيتسمى أيون الكبريتات. أيون قلنا علاش؟ لأن عندي إشارة، هذه من جهة. هاد اس هذا هو ذرات كبريت، عبارة عن ذرة، وعندي هنا اوكات يعني 4 ديال الذرات ديال الأكسجين. أما هاد 2 ناقص راه شحنة الأيون، شحنة الأيون وليس الذرة، الأيون هنا فما كتكون عندي شحنة كنقول شحنة الأيون وليس شحنة الذرة. المثال الثاني أيون الأكسونيوم H3 أو بليس، أيون الأكسونيوم. كذلك هنا عندي 3 ذرات هيدروجين مع ذرة أكسجين مع شحنة أيون إشارة موجبة، كنقولوا أيون لأن عندي إشارة في هذا الأيون كامل، هذا كيتسمى أيون لأنه عبارة عن ماذا؟ متكون من عدة ذرات، من عدة ذرات، وعنده واحد الإشارة، هاد الإشارة موجبة. كيف ما كانش إشارة موجبة ولا سالبة غنبداو بأيون وليس ذرة. دونك هنا عندي أيونات اللي هي متعددة الذرات. دابا غادي نشوفوا واحد التمرين تطبيقي باش نفهموا هاد الشيء مزيان. بالنسبة لهاد الشيء اللي بالأسود هما اللي كيعطيكم في الطابلو، أما هاد الشيء اللي بالأحمر هو الإجابة. دونك كيفاش جاوبنا على هاد الجدول هذا؟ ركزوا معايا مزيان. رمز الذرة كاين الهيدروجين Na الصوديوم، الألمنيوم O الأكسجين، Cl الكلور، C الكويفر، Zn لو زنك. العدد الذري زد راه معروف، العدد الذري زد هو عدد الإلكترونات، يعني ما كيتبدلش. العدد الذري زد هو العدد الإلكترونات معروف، كيعطيو لك في التمارين، ها هو في الطابلو هذا اللي بالك حل راه ديجا عطاوه هنا. أما بالهاد الأحمر، بالأحمر راه هو اللي كتكون إجابة مزيان. دابا هنا قال لك رمز الأيون، دائما الهيدروجين، دائما الهيدروجين الرمز
ديال ايون. هنا قالك ايون يعني عنده اشاره، هاد الايون هذا كتكون عنده اشاره موجبه لانه كيفقد الكترون. دائما الهيدروجين كيفقد واحد الالكترون اش بليس، يعني هاد بليس هادي يعني كنقصدو بها فقد الكترون. هنا كيقولك فقدان او اكتساب الالكترونات. هاد اش دائما بليس قلنا فقدان، راه هي غتكتب فقدان الكترون. شحنة الايون بي او. هنا الشحنة ديال الايون كيفاش داير؟ هنا عندك بليس، ها هي درنا بليس، والعدد الذري شحال؟ واحد، راه هي درنا او. هنا شحنة الايون، دونك شحنة الايون شنو كنديرو العدد الذري ياك اللي هو هذا بليس واحد، عندي غير واحد في او، كنضربوها فاش في 1.6 في 10 أس ناقص 19 باش بالكولوم. علاش؟ لان اصلا هنا هاد او هذا شنو كيساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 الوحده ديال بالكولوم. هاد الاو هذا هنا راه عندك بليس واحد، راه غيبقى 1.6 في 10 أس ناقص 19. بالنسبه لان ا العدد الذري كيكون معروف 11، هنا عطاك ان ا بليس. اذا هاد ان ا بليس مالو؟ دائما قلنا البليس اشاره موجبه كيكون فقدان الكترون، ساهله، فقدان الكترون. بالنسبه لشحنه الايون هنا راه غنديرو غير الشحنه ديال الايون، يعني غنمشيو لغير هاد البليس. عندي غير بليس واحد، ماشي 3 بليس ولا 2 بليس، عندي غير بليس واحد. اذا هنا كندير بليس او، وشحنه الايون راه نفسها هادي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. شوفوا الحالة الثالثة عندي ال 3 بليس، ولكن هنايا في الجدول ما كتكونش مكتوبة هذه اللي بالاحمر، كاتبين لك فقدان 3 الكترونات. اذا كانت فقدان 3 الكترونات غنكتب رمز الذره اللي هو ال غنحطه. اذا كان فقدان 3 الكترونات غنعبر عليها ب3 بليس. 3 ديال الالكترونات، فقدان كنعبروا عليها بليس. اذا شحنه الايون كناخذوا غير هاد 3 بليس. شحنه الايون كناخذوا غير هاد 3 بليس فقط. شحنه الايون كيفاش كنحسبوها؟ كنديروا 3 مضروبه فاش في 1.6 في 10 أس ناقص 19، كتعطيكم هي 4.8 في 10 أس ناقص 19 بالكولوم. مزيان. ننتقلوا للاكسجين. عندك العدد الذري اللي هو 8، وجا هنا قالك اكتساب الكترونين، يعني اكتسب 2 ديال الالكترونات. اكتسب 2 ديال الالكترونات كنعبروا عليها بجوج الفوق وحدها الناقص، دائما الفوق على اليمين. شحنة الايون راه باينه، عندك هنا 2 ناقص، غادي نبداو بناقص 2 او. ناقص 2 او ناقص 2 كنضربوها في الاو، والاو كيساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 اللي هي ناقص 3.2 10 أس ناقص 19 كولوم. الكلور العدد الذري ديالو زاد اللي هو 17، ها هو ديجا عطاهلك. وعطاك سي الموان. هاد الموان كيف شرحنا لكم ناقص كتعني اكتساب. اذا هنا فقدان او اكتساب الالكترونات. اكتساب الكترون لان الناقص تعبر لنا عن اكتساب الكترون واحد. شحنة الايون هنا لاحظ معي عندي اشارة سالبة واحدة، اذا غندير اشارة سالبة واحدة وغنضربها في الاو. هنايا هاد الاو كيساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 ونضربو في هاد الناقص، راه هادشي اللي درنا هنا هي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19. مزيان. ندوزو الحالة الموالية. عندك السي الكويفر السائي، العدد الذري زاد عطاهلك اللي هو 29 ياك، ولكن جا هنايا وكتب لك شحنة الايون زائد 2 بليس، يعني هنا فقد 2 ديال المرات. الى جينا هنا رمز الايون السائي ها هو غنحطو وغندير الفوق 2 بليس. علاش؟ لانه عطاني هنايا 2 ولكن عندها واحد الاشاره موجبه بليس 2 او. اذا كناخذوا رمز الذره والفوق على اليمين كنديروا 2 زائد فقدان او اكتساب الالكترونات. دائما قلنا اشاره موجبه فقدان، وعندي 2 كتكتب فقدان الكترونين. مزيانه. بالنسبه لاخر حاله الزنك، العدد الذري عطاوهلك اللي هو زد كيساوي 30، وجاو هنا في الاخر عطاوك 3.2
10 أس ناقص 19 عطاوالك بإشارة مالها موجبة. العكس ديال هادي، شوف هادي نفس العادة ديالك، يعني شحال من الإلكترون كان عندنا؟ جوج، ولكن هنا عطاوالك بإشارة موجبة، يعني هنا فقد جوج ديال الإلكترونات. إذا فقدان أو اكتساب فقدان إلكترونين. رمز الأيون غنديرو ناخدو العدد، غادي ناخدو رمز الذرة اللي هو زد ان، والفوق غادي نديرو 2 بليس. يعني كلشي واضح ومفهوم.